والله العظيم انا ما كنت هصور فيديو ولا كنت هعمل حسابي على اي حاجه اصلا. انا قاعد بقلب بالصدفه على الموبايل، والله العظيم صدفه كده. لقيت مؤتمر صحفي لحسام حسن فهو داخل اتفرج، لقيته بيتكلم على قصه غزه. فانا سمعت الكلام، والله العظيم انبهرت واشعرت وحاجات كتير قوي، عشان الراجل ده قلبه ميت. ومبسوط ان انا اسمي حسام موسى، اسمي حسام زي اسم حسام حسن. انا مبسوط بده وفخور بده. بس انا عايز اكلمك بس عن الطريقه اللي اتكلم بيها حسام حسن في المؤتمر الصحفي، وده اللي انا عايز اكلمك عليه. ولكن عايز ارجع لك بس كده حته صغيره، بس هرجع فلاش باك 3 ثواني، استحملني. حسام حسن اللي كان بيحارب طول عمره ان هو يبقى المدير الفني لمنتخب مصر، فجاه بقى المدير الفني لمنتخب مصر، وصل بيها لانجاز تاريخي، بيلعب في كاس عالم، رفع العلم، وفي ناس اتضايقت والصحف العالميه اتكلمت وبتاع، ويعني الدنيا فيها قلق، فاهم؟ الدنيا فيها قلق. ومن الناحيه دي بالذات هم الناس دي يعني معلش دماغهم تعبانه، وفعلا الناس دي دماغها تعبانه، واحنا شفنا على الهوا قدام الناس، قدام كل الناس، قدام يعني كده وعافيه، واللي هنعمله هنعمله. رئيس امريكا وهو بيتكلم على موضوع بالوجان، اللعيب اللي اتطرد من امريكا، اللعيب اتطرد الماتش اللي فات على عكس قانون الفيفا، في اي كل ده يترمي في الزباله. انت في امريكا، انت في امريكا بلد العافيه، بلد العافيه. عشان بس الجماعه اللي هم ايه فاكرين ان امريكا بقى بلد الحريات وبلد المش عارف ايه، ودول الناس اللي مهتمه بالاخلاق، الناس اللي مهتمه. قسما بالله كل ده كلام فاضي، بس الناس اللي يعني الناس بس ما تعرفش وما بتتفرجش كتير وما بتشوفش اكتر يعني. الناس دي العنجهيه والعافيه والعربجه والبلطجه رقم واحد عندهم. واهو قدام عينك اهو، ويلا اتكلم، ويلا يا عالم يعني عارف انت ايه، انت مش يلا اتكلم. انا مثلا مش بختصم واحد، انا بختصم العالم في كاس عالم. فاهم يعني؟ رئيس امريكا يطلع يقول لك انا ايوه انا فعلا كلمت رئيس الفيفا. عافيه. يعني انا بقول لك انا كلمته، مش مثلا ايه الحاجات دي بتتعمل بدبلوماسيه، بتتعمل بشياكه كده، اللي هو لا والله ده ما حصلش ما بيننا اي مكالمات ولا. لا انا كلمته وشرحت له ان ده ما ينفعش، والحكم ازاي اصلا الحكم المشبوه ده يعني، ويلقح على حكم ورئيس بلد بيتكلم على حالة تحكيمية. انت مدرك احنا فين؟ واللعيب هيلعب الماتش ولا زمانه بيلعب الله اعلم دلوقتي يعني. انا مش مركز معاه ومش عايز اركز معاه اصلا. فانت شايف العبث ده؟ حسام حسن بيعمل فيه عظمه. حسام حسن وجاي لك بقى في الحته دي، بيتكلم، وعشان بس ممكن تكون ناس كتير مش واخده بالها، هو اتكلم عن موضوع فلسطين وبتاع، بس هو اتكلم عليه ازاي، بيوصل لهم الرساله ازاي. حسام حسن ابهرني والله العظيم، اقسم بالله. انا لا ببالغ ولا عايز ريتش ولا عايز فيو، والله العظيم ولا فارق معايا اصلا. مش عايز الفيديو ده يتشاف، انا عايز الفيديو ده اتفرج عليه انا بعد كده، وافرجه لاولادي بعد كده، اوريهم ان كان في مدير فني لمنتخب مصر عمل ايه، وانا الحمد لله كنت معاه في نفس الراي. مدير الفني لمنتخب مصر عمل ايه بقى؟ انا هقول لك وصل لهم الرساله ازاي. وشوف العظمه بقى، شوف انا اول مره اشوف الحكمه دي، وما كنتش اعرف ان حسام حسن عنده الحكمه دي. الراجل بيتكلم معاهم ازاي بقى؟ بيقول لهم بص، رجع معاهم بقى ايه لكيف بدأ الخلق من البدايه خالص. بص انا يعني الحته بس اللي انتوا ايه بتقعدوا تمسكوا فيها، ان انت بتتكلم عشان من منطلق مسلم، بتتكلم من منطلق عربي، بتتكلم مش عارف من منطلق افريقي. لا 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 لا، انسى، انسى. لا انسى ان انا مسلم. هو قال لك كده يعني، انا ما بتكلمش في اديان، لا بتكلم في مسلم، ولا اركز عليها وعمل عليها فوكس كده وحطها ما بين قوسين وبروزها وحط لها طوبه فوق وطوبه تحت عشان ما حدش يعرف يخرجها بره سياقها. هو الراجل بيقول لك انا ما بتكلمش في اديان، وما بتكلمش من منطلق ان انا عربي، لا والله خالص، انا بتكلم من منطلق ان انا انسان. ورجع لهم بقى ايه للبيزك. عارف البيزك اللي هو يعني لما بكون بكلم طفل، واحد طفل كده يعني، طفل فعلا بعلمه الدنيا عامله ازاي، بقول له ده انسان وانا انسان، هو عنده بق ومناخير ودان وعينين، وانا كمان عندي نفس الكلام، انا وارد اكون مكانه عادي. قال لك بغض النظر عن الاديان، انا بعرفك ان انا وانت انسان. عشان انت بس ايه دايما بتجرني في حته اصل انت عربي وانت مسلم وانت مش عارف ايه، وننسى اصل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، تجرني الحته دي وننسى اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ان في ناس بتموت وفي ناس ملهاش ذنب بتموت، وان في افتراء وفي عالم لا عندها لا دين ولا عندها مبدأ ولا عندها اخلاق اللي هم بيدعوا بيه ولا اي حاجه. ولكن هو الراجل بيحاول يوصل لهم الرساله عشان يراها اي كفيف،
يسمعها اي اصم. انا بص هوصل لك الرساله صح، انا هوصلها لك صح. لا وايه بقى، دخل بعديها بقى في حته ايه، حته بمنتهى والله العظيم، والله انا مبهور بيه. وكل شويه هتلاقيني بقول كده لان انا فعلا مبهور بيه. قال لك ايه، قال لك ده بنسمع كده عادي ان في صاروخ ضرب 1000 واحد، في صاروخ ضرب 2000 واحد، عادي بقى ان نسمعها عادي. حاول اوصل لك ان انتوا يا جماعه بتتعاملوا مع الاعداد والارقام والناس اللي بتموت والمش عارف ايه، وبعدين ببروز لك ان في اعداد ناس كتير قوي بتموت، اطفال وناس ملهاش دعوه، وناس عزل وناس مدنيين وي وانت بتموتهم بقلب بارد وبقلب ميت. عادي عادي انت بتعمل كده عادي بقلب ميت. لا وجالهم بقى الحته اللي بعديها على طول بقى. ما هو حسام حسن كان عمال يدي دروس في القصه دي، بيدي دروس. قال لك انت كانسان عادي، كانسان، هو طول الوقت عمال مركز على حته ان انت كانسان. انت كانسان عادي لما بتبرد بتعمل ايه؟ تبقى عايز بيت يدفيك. لما بتحس بالحر بتعمل ايه؟ عايز تكييف، تبقى عايز مروحه، بتبقى عايز مش عارف ايه. قال لك الناس دي بقالها سنين، الناس اللي في فلسطين بقالها سنين عايشه في خيم، عايشه في الشارع، عايشه في الطل. ووضحها كده اللي هو ايه، بس هو بطريقته. قال لك عايشين عراه. هم مش عراه بس، هم يعني عايشين فعلا في المكشوف، عايشين في ولا حاجه في الشارع. تخيل انت عايش في الشارع، مطر تمطر عليك، وحاول يوصف لك كل حاجه. هو الراجل يعني كان حكيم ودقيق لدرجه غريبه قوي، غريبه قوي حسام حسن. فعمال يشرح لك ويقول لك انت ازاي، يعني ازاي انت سايب الناس دي كده، وازاي انت بتتعامل مع الموضوع عادي. وبعد كده بقى رجع بقى بروز لك كل ده، حطه لك بقى في البرواز. وخد شهاده التقدير اهي يا باشا، خد كل ده اهو، انا حطه لك في برواز في الاخر. قال لك احنا عار علينا، مش كعرب، مش كمسلمين، مش كاي حاجه، كانسان. ان انا بكلمك برضو بلغتك، اللغه اللي انت اصلا عايز تصدرها طول الوقت وانت بتعملش بيها. لا انا بكلمك بلغتك كانسان. انسى بقى الاديان اركنها على جنب، وانسى ال الحته بتاعت الانتماءات العربيه والانتماءات العرقيه وكل الكلام ده. لا انسى كل ده، هنا حط على الجنب ده وهنا حط على الجنب ده، وتعالى كلمني انسان لانسان. قلت لك ان انت عندك مناخير وبق وحاجب، انا عندي مناخير وبق وحاجب، واكلمك كانسان. ما ينفعش الناس تموت، ناس تموت بلا ذنب، بلا ذنب كده ناس بتموت وانت ولا اي حاجه. بس اللي يقول كده يقول واحد يعني، يقولها واحد قلبه ميت، قلبه ميت بجد، زي حسام حسن. وهرجع لك بس حته كده، حته صغيره كده، اللي قلبه ميت هربطها لك بس حاجه ليها علاقه بالكوره. حسام حسن اللي قلبه ميت، يعني دي حته بس ايه تثبت لك ان الراجل ده ما بيصطنعش يعني. هو مش عايز يصطنع موقف عشان يتقال عليه حسام حسن رجل الهمام الذي يدافع عن حقوق مش لا. هو الراجل ده بيعمل كده بجد في حياته وفي كاريره وفي شغله. وابسطها الماتش اللي فات بتاع استراليا، الراجل نزل محمود صابر تبديله في اخر دقيقه، في اخر ثانيه، في اخر لحظه في الماتش. محمود صابر ده لو كان ضيع كده، تخيل يعني سيناريو تخيلي كده لمده حط نفسك مثلا مكانه 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق. انا هعيش حياه حسام حسن في الفتره دي 5 دقايق. هتنزل مين؟ هتنزل محمود صابر؟ مستحيل. طب افرض محمود صابر ده ضيع، هشيلها انا البسها انا؟ يقولوا لي انت ما انت اللي ضيعته، ما انت اللي طلعته، ما انت، ويجيبوا لي القديم والجديد، ما انت ما خدتش مصطفى محمد، ما انت مش عارف ايه، ما انت يلا بقى يلا يعني، بدل ما انا هبقى عامل انجاز واتشال على الاعناق، لا انا اللي هشيل ليله. طب وليه؟ طب ما انا معايا واحد يشيل ليله، اللي هو مين؟ اللي هو زيزو. ما انا معايا واحد اصلا بقاله سنتين ولا 3 سنين معروف عنه ان هو المسدد الاول لضربات الجزاء. يلا خد، يلا شيل بقى، هرميك في الميه بقى ولا هرميك في النار، ايا كان بقى هرميك. يلا شيل زيزو اللي الناس عماله ضغط عليه برضو. و عارف ان هو الراجل لو نزله في حاجه زي كده مش هيقدر، ممكن يضيع، لان زيزو عمال يفكر كتير، عمال يفكر كتير بقاله شهور، عمال يفكر كتير. فانا هنزله، ما انا لو انا باص لنفسي شيل، والناس بقى تمسك زيزو بقى تسلخه بقى بره عني. انا عملت اللي عليا، نزلت احسن مسدد. انما هو عشان فعلا قلبه ميت، واللي في قلبه على لسانه واللي في قلبه بيعمله، وان هو مقتنع بحاجه هيعملها بغض النظر بقى عن انتوا بتحسبوها ازاي بره. اهو محمود صابر، يلا انزل حط وربنا هيكرمك، عشان انت مش عامل لها حسابات تانية خالص. حسام عبد المجيد هتشوط اخر واحده. يا عم الحاج الراجل ده السنه دي جمهور اصلا الزمالك نفسه قالب عليه.
راجل مضيع واحده في ماتش انبي ومضيع واحده في ماتش الاهلي و... وعامل كارثه في اتحاد العاصمه، والناس مش برضو مش يعني فضلت ضغط عليه جامد. هو ولا يهمك يا حبيبي، عايز تضيع ضيع، عايز ما تحطهاش ما تحطهاش براحتك. ليه؟ لان احنا بنعامل ربنا. انا شايف ان انت بتعرف تشوط كويس، خش شوط، خلاص الموضوع انتهى. ودي بس يعني أنا مش عايز اربط بس ادخل حاجه سياسيه وحاجه مهمه، بس أنا عايز اوريك شخصيه حسام حسن. عايز اوريك شخصيه قلبه ميت. قلبه ميت، مش فارق معاه حاجه، بيعمل اللي في قلبه على لسانه بجد، وهيعمل الصح ايا كان هو ايه. انا في محفل عالمي هطلع اتكلم وافضحكم واوريكم ان في مصر فيها رجاله فعلا. مصر فيها ناس بتتكلم بالحق وبالعدل وبالفير وبالريسبكت للادعاءات اللي انتوا بتحطوها على التيشيرتات. ادعاءات بس، انما بتطبقوها في الارض الملعب ولا في ارض الحياه ولا في ايا كان؟ لا، ما بتطبقوش في اي حته. لا في ارض الملعب شفنا اللاعب الامريكي اللي اتطرد وبيلعب و... ولا في الحياه. شوف الناس اللي بتموت، شوف الافتراء، وبنشوف الظلم، وبنشوف رئيس دولة بيتاخد من بيته ويتاخد أسير في حتة تانية. حاجات كتير قوي، افتراء علني. انت احنا في فترة افتراء علني. فيعني انا فخور ان في مدرب مصري هو قائد منتخب مصر طول عمره، وهو قائد المنتخب في الفترة دي، طلع منه الكلمتين دول. وفخور ان الراجل ده مصري زيه. انا فخور حقيقي بحسام حسن، والله العظيم فخور بايا كان، بغض النظر الماتش بتاع بكره ده حصل فيه ايه. يا رب نشيل 6 ولا 7 ولا 8 ولا فارق معايا، والله العظيم ولا فارق معايا. انا كنت اصلا مرضي لحد الماتش اللي فات كمان، يعني انا ككوره انا مرضي. حط عليهم بقى، يعني انت مكانة حسام حسن بالنسبه لي كانت كده، لا بقت في السماء. بقت في السماء بعد الكلمتين دول، لان دول مش كلمتين ادعاء ولا كلمتين مصطنعين، دول كلمتين بجد من قلبه، عشان الراجل ده ما بيعملش اي حاجه الا بجد لما تكون من قلبه.